السلام عليكم. في الفيديو غادي نقول لك واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، ولكن ما غاديش تعجبك. ما علينا، نرجعوا ل 2023. هنا كنت كنتفرج في واحد النوع ديال الفيديوهات ديال التحفيز، ديال نوض مع الصباح دوش تريني، نوض مع 8 وتعلم لونجلي مع 10 وخرج تمشى والى اخره. المشكله انني كنت كندير داكشي كامل وندمت وضيعت وقتي وما وصلت لوالو. شوف، الى لاحظتوا بلي هادو كلهم اللي كيهضروا لك على تطوير الذات ونوض حارب العالم ونوض تريني ولا ما عرفتش داكشي ما تكونش ضعيف وداكشي كامل، كلهم عندهم كورسات. دابا تخيل معايا ان داكشي كامل باش يبيع لك واحد الكورس ب 200 درهم ولا اقل ولا اكثر، وانا كواحد شاف دوك الكورسات بلا ما يخلص طبعا غادي نقول لك بلي داكشي اللي غادي يبيعوا لك راه كاين في اليوتيوب وما تحتاجش هاد المسرحيه كامله ديال النوض في الصباح وما عرفت شنو. باش نجاوب بالزربه، كاين واحد النوع ديال الكورسات ضروري خصك تشريهم اصلا، غادي تشريهم وما غاديش تندم. بحال مثلا الكورسات ديال البرمجه وديال اللغات، هاد الكورسات يستحقوا تضيع عليهم الفلوس لان هادو راه مفاتيح للمستقبل. ولكن الكورسات ديال تحقيق الاهداف وداك الشيء راه ما يستحقش، لانه ما يمكنش واحد الطريقه جربها واحد عايش في الامريكان يجي يجربها واحد عايش في المغرب وتصدق ليه، لانه راه كاين اصلا الاختلاف ديال الثقافات والاقتصاد وبزاف ديال الحوايج اخرين. داكشي علاش بعد على هاد الكورسات والفيديوهات، حيت ما غاديش ينفعوك بوالو وبلا ما تضيع وقتك. اول واهم حاجه هي انك تعرف شنو باغي. ما يمكنش تبدا تنوض وانت ما عارفش اصلا شنو باغي، ولا ما كنتيش عارف اش باغي. شوف شنو خاصك، مثلا تعلم اللغات ولا تعلم البرمجه باش تسهل عليك بزاف ديال الحوايج في المستقبل. وفاش غادي تعرف اولا تختار شي حاجه، مثلا انا باغي نتعلم لونجلي، غادي نقلب على واحد المصدر. مثلا كاين واحد القناه سميتها زاميريكان انجليش وغادي نتبع معاه، وحاول انك تختار واحد المصدر في داكشي اللي باغي تعلمه وما تبدلوش حتى دوز السيمانه. الا عجبك كمل، وإلا ما عجبكش بعد صار. وهكذا مع اي حاجه باغي تعلمها، سواء البرمجه ولا التريني ولا تعرف طيب ولا تنظم الوقت ولا علم النفس ولا الفلسفه، المهم اي حاجه انت باغيها. النجاح ماشي شي حاجة سهلة كتجي ب90 يوم ولا بالانضباط. النجاح راه فيه الاستمرارية والعلاقات ورأس المال والدعم ديال الناس اللي قراب ليك. واي واحد قال لك خرج من المدرسة باش تخدم من دارك وداك الشي كامل خاصك تجنبه وتبعد عليه وتعطيه اتساع. واي واحد كيوعدك بالفلوس من الانترنت والقمار وداك الشي لانه باغي يخرج عليك غير هكاك وصافي. وانا راه ما كنقولش لك بلي الانترنت ما فيهش الفلوس، الانترنت راه فيه الفلوس الا عرفتي كيفاش تجبدهم ولا الا تعلمتي شي حاجه اللي غادي تخليك، ولكن حاول انك ديما تخدم بالمنطق. وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وإلا عندك شي انتقاد ولا شي حاجه كيف ما كانت كتبها ليا في كومونتير، ولا ما شفتيش الفيديوهات القدام رجعوا شوفهم ودير اشتراك باش تشوف عاوتاني فيديوهات جداد.